اشترك في قناة عائلة الوداد باش توصل بآخر أخبار الوداد. إعجاب وتعليق غادي تدعمني بزاف للاستمرار. ومباشرة إلى الخبر. اجتمع المكتب المديري البارح ديال فريق الوداد الرياضي باش يقرروا رسميا شكون الرئيس اللي غادي يتم تكليفه بالامور ديال الوداد، وتم اختيار عبد المجيد البرناكي رسميا وهو الرئيس ديال الوداد دابا حتى نهايه الموسم. هذا تم البارح وبقى حتى وقت متاخر، وكنا لحنا لكم البارح الاعلان ديال الوداد اللي تم نشره على الصفحه الرسميه. البرناكي تم تزكيته لقياده الوداد الرياضي في المرحله المقبله. فريق العمل فيه ناس قدام في الوداد بحال محمد طلال المتحدث الرسمي ديال الوداد والسعد دريب، وكذلك وجوه جديده في هذا فريق العمل. مجلس الاداره الجديد اكد انه غادي يتحلى بروح المسؤوليه وقياده الوداد بنفس الاصرار والاخلاص باش يبقى دائما في الرياده وبنفس الاهداف والطموحات. هذا اخر خبر غادي نختموا به هذا الفيديو هذا، وهو امر المنح الماليه اللي كان كيرصدها المكتب المسير ديال الوداد للاعبين باش يربحوا الرجاء في الديربي، واللي كان كيتم رصد 3 مليون سنتيم لكل لاعب باش يربحوا الوداد في المباريات سواء في كاس العرش او في البطوله المغربيه. الرؤساء ديال الوداد والرجاء ولفوا انهم يلعبوا ورقه التحفيزات الماليه في الديربيات، وكيف ما قلنا في فيديو سابق فالرئيس بودريقه واعد لاعبي الرجاء الرياضي انهم يعطيهم 2 مليون الواحد الى ربحوا الديربي.